السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله البنات تكونوا بخير. عواشركم البنات مبروكة. اليوم نحضروا كنافة محشية بالشيكولا، وصفة سهلة جدا، أي وحدة تقدر تحضرها. الكنافة البنات معروفة، تقدروا البنات تحشيوها بالشيكولا ولا بجبنة الموتزاريلا، أو تحضروا حشو بيتي. أنا حضرته قبل في فيديو قديم. إن شاء الله البنات هذه الوصفة تنال إعجابكم. كما قلت وصفة سهلة جدا، وتحضروها في وقت قياسي، خاصة إذا جاء عندكم ضيف على غدرة تحطوها تحمر لكم وجوهكم. هذه الوصفة البنات هي وصفة رمضانية بامتياز. إن شاء الله كما قلت تنال إعجابكم. والآن نخليكم مع المقادير. المقادير هي البنات: كنافة، شيكولة المرجان أو أوبتيلا، سمن المدينة، عسل، طوفيا الكراميل، سكر غلاسي، أنواع من المكسرات للتزيين. في صحن البنات نفتتوا الكنافة جيدا كما تشوفوا، كامل الكنافة. هنا البنات كمية الكنافة تختلف باختلاف الصينية اللي راح نطيبوه فيها. نحلوها جيدا باه نضيفوا لها السمن، نحلوها جيدا. هذه البنات الوصفة تطيب فوق الكويزينيال، ما هيش راح تطيب في الفور. كما تشوفوا البنات حلينا الكنافة جيدا، نضيفوا لها السمن ونخلطه حتى تشرب وتصبح مبسة. لازم نبسوها جيدا البنات. نضيفوا السمن ونشوفوا البنات هنا الكنافة والسمن البنات حنا نتحكموا في المقادير. كما قلت الكنافة على حسب الصينية اللي راح نطيبوا فيها، والسمن أيضا إذا كانت الكنافة شايحة نزيدوا لها السمن. كما تشوفوا البنات شربت الكنافة جيدا السمن. نضيفوا لها السكر غلاسي، هي ملعقة كبيرة. هنا البنات السكر غلاسي لازم نضيفوه باه هذه الكنافة ما تتحلش كي نطيبوها في الصينية. نخلطوا جيدا البنات السكر غلاسي. نحضروا الصينية البنات اللي دهناها من قبل بالسمن. كما تشوفوا البنات هذه الصينيات مختصين بالكنافة، يتباعوا 3 مع بعضهم. نحطوا الطبقة البنات الأولى من الكنافة ونعدلوها البنات بمغرف أو بملعقة جيدا، ونضيفوا البنات الحشو. ما نكثروش البنات لخاطر الحشو يخرج على الجوانب. هذا الشيكولا البنات هي المرجان أو أوبتيلا اللي ذوبناها وضفنا لها الحليب أو كريم ليكيد. ونضيفوا البنات الطبقة الثالثة من الكنافة، نغطيه جيدا البنات كما تشوفوا. ما نكثروش البنات الحشو لأنه راح يخرج كي تطيب الكنافة. تقدروا البنات تضيفوا المكسرات فوق الشيكولا وتضيفوا الطبقة الثالثة، كل وحدة حسب ذوقها. كما تشوفوا البنات نعدلوا جيدا الكنافة باه ما تتحلش كي نطيبوها. نعدلوها بملعقة باه تلصق. ما تخافوش البنات لأنه الصينية دهناها بالسمن ما هيش راح تلصق. ونشربوا البنات هذه الكنافة بالسمن كما تشوفوا.
نشعلوا البنات الكويزينيير تاعنا ونقصوا على النار لازم تكون هادية جدا وقليلة. نطيبوا البنات الوجه الأول كما تشوفوا على الجوانب بدات تحمار هذه الكنافة. نجيبوا البنات صحن مسطح ونقلبوا عليه الكنافة كما تشوفوا بهذه الطريقة. نقلبوا البنات الكنافة على الصحن ونعاودوا نرجعوا الكنافة للصينية كما تشوفوا، طريقة سهلة جدا. ونعاودوا نحطوها فوق الكويزينيير باه تطيب مرة أخرى على الجهة الأخرى. وتأكدوا البنات باللي طابت من الجهة الأخرى. كما قلت لكم البنات سهلة جدا هذه الوصفة، تحضيرها ما تطلبش وقت كبير، وتقدروا البنات طيبوها في الفور بس حتى تديلكم وقت كبير. هذه الوصفة نطيبوها كما الفريت اومليت كما تشوفوا البنات. الوجه الآخر الكنافة طاب، نعاودوا نقلبوه في الصحن كما تشوفوا. نشربوا البنات هذه الكنافة بالعسل جيدا ونخليوها تشرب بالعسل البنات وليس الشربات، لخاطر شربات البنات تفتتها. نخليوها تشرب البنات جيدا. والآن نزينوها البنات بالشيكولا اللي ذوبناها من قبل في الحليب. نضيفوا لها كمية من الحليب أو كريم ليكيد، كريم باتيسير، ونزينوا البنات. هنا البنات كما عودتكم التزيين اختياري. نزينوا البنات الوجه بالشيكولا اللي ذوبناها. نزينوها جيدا البنات، نغطيو الوجه كامل. بالنسبة للبنات الكنافة اللي نحضروها بجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الطبيعية، لازم البنات كي تطيب ونحطوا عليها العسل، نشربوها بالعسل، لازم تحطوها تاكلوها في نفس الوقت، لأنها كي تبرد البنات ما يكونش لها حتى معنى، يختلف طعمها كي تكون باردة أو تكون سخونة. من الأفضل تاكلوها سخونة، أما هذا الوصفة تكون باردة أو سخونة عادي. نكملوا البنات نزينوا الوجه كامل بالشيكولا. تقدروا البنات تحضروها أو تحطوها البنات دون ما تضيفوا الشيكولا على الوجه، تحطوا المكسرات فقط. هذا الوصفة البنات تباع في المحلات بهذه الطريقة. نضيف البنات طبقة من الطوفية الكراميل، أو تقدروا تبدلوا طوفية الكراميل بالشيكولا البيضاء اللي تذوبوها من قبل. أيضا ذوق الكراميل هايل جدا البنات. ونزينوا البنات كل وحدة وذوقها.
نضيفوا البنات المكسرات اللي عبارة عن لوز أو جوز، كل وحدة واش عندها في الدار تزين به. تقدروا البنات تطحنوا هذه المكسرات وتضيفوهم كما قلت على الوجه وفي الأخير البنات، نتمنى هذه الوصفة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله تجربوها لأنها وصفة رائعة جدا وخفيفة وسهلة وما تتطلبش وقت كبير، وتجربوها في الليالي الرمضانية إن شاء الله. ما تنسوش البنات تشتركوا وتحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، ونتمنى لكم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، وإلى اللقاء وفي أمان الله.